بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اليوم ما في تسميع، نأخذ غليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أصل أو بداية هذه الرسالة التي هي مسماة بالأصول الثلاثة. ولذلك ذكر بعض العلماء أن المقدمة التي مرت معنا بعضهم قال ليس من كلام المؤلف، فالتي يجب قال الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، كما تقدم معنا في البداية إنه يجب، اعلم رحمك الله، أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه 3 الأصول، لأنها التي يسأل عنها العبد في قبره، يسأل عنها في قبره في دنياه وآخرته. قال: فإذا قيل لك من ربك، هذا هو الأصل الأول، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. هذا هو الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه، أن يتعرف العبد على ربه. فإذا قيل لك من ربك، لابد أنت تعرف أن هناك ربا، لكن وما هو ربك؟ ما الذي يستحقه الرب سبحانه وتعالى؟ فقل ربي الله، أي هو الذي له العبادة وحده سبحانه وتعالى. فقل ربي الله الذي ربى جميع العالمين، رباني الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، خلقني. الرب هو الخالق الرازق، هذا هو توحيد الربوبية. الرب معنى توحيد الربوبية، ويستلزم توحيد الألوهية كما سيأتي معنا. وربى جميع العالمين بنعمه، وهذا التوحيد توحيد الربوبية أقر به المشركون ولم ينكره، أي توحيد الربوبية، إلا القليل، كفرعون عندما جاءه موسى قال له فرعون وما رب العالمين، أما المشركون فقد أقروا كثير. قال الله عز وجل لنبيه محمد آمرا أن يسأل هؤلاء المشركين عن توحيد الربوبية: قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون الله. وغير ذلك من الآيات في كتاب الله عز وجل التي يأمر الله عز وجل نبيه محمد أن يسأل هؤلاء المشركين عن من خلقهم ومن رزقهم، توحيد الربوبية، فيجيبون بأنه هو الله. فالكفار كفار قريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المالك وهو المتصرف، ولكن هذا لم ينفعهم لأنهم لم يقوموا بتوحيد الألوهية. فقول المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب: فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني، توحيد الربوبية، وربى جميع العالمين بنعمه، أنه الخلق يعيشون
بالأكل، بالطعام والشراب، وهو الرزق. ومن الذي يرزقهم؟ هو الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: يجمع خلقهم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه. هذا هو الشاهد، يكتب رزقه وهو في بطن أمه، وهو في بطن أمه. قال: رب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب الذي بعث الله عز وجل جميع الأنبياء وأنزل الكتب، جميع الكتب، لأجل أن يقوم العباد بهذا التوحيد، وهو الذي حصل الخلاف فيه بين الأنبياء وبين أقوامهم، وهو توحيد الألوهية. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل الله عز وجل لا رب، فهم يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما هم يعني ينكرون توحيد الألوهية، ولا يعني ويشركون بالله عز وجل في توحيد الألوهية، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، المستحق للعبادة. قال: وهو معبودي، أي أنه الإله الذي هذا شأنه، فهو الذي خلقني، وهو الذي رزقني، وهو الذي خلق جميع الخلق ورزقهم، وهو الذي رباني وربى جميع الخالقين وربى جميع العالمين. العالمين أي المخلوقات، ما سوى الله عز وجل، كما سيأتي ما سيذكره المؤلف. فهذا الذي يستحق العبادة، أن نصرف له العبادة وحده سبحانه وتعالى. قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه مطلقا، ما في هناك معبود غير الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما تقدم معنا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هناك أحد نكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن باب أولى من هو دونهم من الصالحين والأشجار والأحجار والقبور، فلا يشرك مع الله أحدا، وإنما يوحد الله عز وجل، وتصرف له جميع أنواع العبادة، تصرف له جميع أنواع العبادة. قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى، الدليل على أن الله هو الذي رباني وربى جميع العالمين، أي خلق، وهو الذي يستحق الحمد والشكر، وهو الذي يستحق العبادة، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد يعني في اللغة هو الثناء، لمن؟ لله، المستحق للعبادة. الإله معناه المستحق للعبادة، لله رب العالمين. وهو كما أنه المستحق. لماذا استحق العبادة وحده سبحانه وتعالى؟ لماذا استحق العبادة وحده سبحانه وتعالى؟ لأنه رب العالمين، هو الخالق وهو الرازق، هو خالقهم وهو رازقهم وهو مالكهم وهو المتصرف فيهم. قال: وكل من سوى الله عالم. كل في العموم، من سوى أي غير الله، عالم أي مخلوق، كل من سوى الله مخلوق، ملائكة، السماوات، الأرض، جميع من في السماوات ومن في الأرض، كل هؤلاء مخلوقات، إلا الله عز وجل فهو الخالق سبحانه وتعالى. قال: وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، أي أنا واحد من ذلك المخلوقات، من تلك المخلوقات، وأنا واحد من تلك المخلوقات. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، الآن أول شيء من ربك؟ فقل: ربي الله، هو الذي خلقني والذي رزقني، وهو الذي أحياني، وهو الذي يميتني، وهو أيضا المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. ثم انتقل. إذن أنت قلت أن الله هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو المستحق العبادة، كيف عرفت يعني ربك؟
كيف عرفت أنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه المستحق للعبادة؟ بماذا عرفت؟ لابد بدليل. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. أنا عرفت الله عز وجل يعني هذه الآيات وهذه المخلوقات، وهذا يعني والآيات من المخلوقات، لأن كما تقدم معنا وكل من سوى الله عالم أي مخلوق. وفرق المؤلف رحمه الله تعالى بين الآيات والمخلوقات لأمر أراده أو من باب عطف الخاص على العام. الآيات هي من المخلوقات، لأنه سيذكر من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه مخلوقات، الليل والنهار والشمس والقمر كلها مخلوقات، وكذلك السماوات السبع والأرض كلها مخلوقات. لكن أراد أن يفصل قالوا يعني عطف الخاص يعني بعض من آياته الليل والنهار، هذه بعض مخلوقاته على العام، ومن مخلوقات المخلوقات عام تشمل هذه الآيات. وقال بعضهم أنه فرق بين الآيات والمخلوقات وقيل أنه فرق بين الآيات لأن الآيات تتغير، لأن ذكر الآيات قالوا من آياته الليل والنهار، الليل يتغير صح، يأتي الليل ثم يذهب يأتي النهار هكذا يتغير. وكذلك يعني الشمس والقمر، الشمس في النهار ثم تذهب، ثم في الليل في بعض القمر يعني يتدرج، يكون صغير ثم كبير. فقالوا فرق لهذا الأمر لأن الآيات تتغير، وأما المخلوقات يعني ما تتغير، يعني دائما العبد يخرج دائما في النهار في الليل يرى السماوات، ما يعتبر يعني يتعظ بالسماوات لأنه دائما يراها، لكن يتعظ بالليل والنهار يتغير. الآن نهار سبحان الله، وفي يعني ليل يتغير. فقال بعض العلماء لهذا الأمر. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات يعني تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وهي التي في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي تثبت يعني أن الله عز وجل هو الخالق والرازق وهو المستحق للعبادة، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. والآيات الكونية، الآيات الكونية هذه الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات، المخلوقات. الآيات الكونية جميع المخلوقات. وقد أمر الله عز وجل في كثير من الآيات أن نتفكر. فمن مخلوقاته الإنسان، أمر الله عز وجل أن يتفكر الإنسان في نفسه، في خلقه، كيف خلق الله عز وجل له يدين، وكيف خلق الله عز وجل له ما في الداخل، وخلق الله له عينين، وخلق له لسان وأذنين. قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأما أن التفكر أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض، وقال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وغير ذلك من يعني الآيات التي فيها أمر العباد بالتفكر في المخلوقات في الآيات الكونية. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. من آياته الليل والنهار، يعني يتعاقبان الليل والنهار، فهذه من أعظم بل هي أعظم يعني آيات الله عز وجل الكونية، تعاقب الليل والنهار. فلذلك امتن الله عز وجل على العباد بهذه النعمة. وقال يعني قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، أو الليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن آياته جعل لكم الليل والنهار، ومن آياته يعني ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. فأعظم آيات الله عز وجل الكونية الليل والنهار، تعاقبهما سبحان الله، يعني ليل ثم يأتي النهار قليل 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 ثم يذهب الليل، وهكذا يأتي الليل قليل قليل، لا يأتي فجأة هكذا قليل قليل، يذهب الليل يذهب النهار، والنهار يذهب الليل، هكذا. قال والشمس والقمر، وهذا أيضا من أعظم آيات الله عز وجل. فالشمس يعني
تأتي بالنهار، ثم إذا قربت تأتي تسجد تحت العرش كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تسجد تحت العرش، فتنتظر أمر الله عز وجل أن ترجع من مكانها لكي تشرك، هكذا إلى أن يأتي يوم القيامة فيأمرها الله عز وجل بأن ترجع من حيث جاءت، تطلع من جهة المغرب، تطلع من جهة المغرب. والقمر أيضا يعني القمر آية عجيبة، فالقمر يعني يعني يكون أولا صغير ثم يكبر 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 إلى أن يكتمل، ثم يصغر 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 إلى أن يكون صغيرا، هكذا يعني القمر لأجل الحساب الشهري. والقمر هو يعكس الشمس، هي مضيئة، الشمس مضيئة، أما القمر فهو يعكس فقط ضوء الشمس، القمر يعكس ضوء الشمس على الأرض، فلذلك يعني يحصل يعني من يعني علم الفلك هذا كيف يحصل الخسوف ويعني للقمر، خسوف للقمر عندما تأتي الأرض تقع بينه وبين الشمس، فلا يصل ضوء الشمس إلى القمر فيكون مظلم القمر. وكذلك يعني عندما يحصل يعني كسوف الشمس يكون القمر بين الشمس وبين الأرض، يكون القمر بين الشمس وبين الأرض. قال ومن مخلوقات السماوات السبع، أي هذه السماوات، هذه السماء التي نراها سماء الدنيا، فوق الله عز وجل أيضا يعني 6 سماوات غير سماء الدنيا، 7 سماوات، وكل سماء فيها يعني ملائكة، وفيها يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء متفاوتون، يعني آدم وإبراهيم وغير ذلك. وكذلك الأرض 7 سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، أي الأرض أيضا 7 يعني طبقات، 7 طبقات. قال ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن، أي ما في السماوات ملائكة، وما في الأرض من يعني أشجار وأحجار وأنهار، كل هذه مخلوقات، كل من سوى الله عالم، أي مخلوق، أي مخلوق. قال ومن فيهن وما بينهما، بين السماء والأرض كالشمس والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.